اسمي أحمد صلاح أبو الفتوح. كلية العلوم جامعة اسكندرية. ساكن في أبو يوسف وتقريبا العالمي. كنا بنستهدف أنا ومجموعة تصنيع قنابل الإنفو، ودي قنابل مكونة من ودي بتستهدف إسقاط أبراج الضغط العالي. تم تدريبنا على تصنيعها في مدينة السادات في المنوفية على إيد 3 هم بدر من أطفيح الجيزة، وأحمد السطوحي من السادات من مدينة السادات المنوفية، وطاهر من غربية. كان معاك حد بيتلقى التدريبات دي برضه؟ وكان معاه ناس من محافظات مختلفة تتعلم نفس التدريب عشان تشتغل في محافظات. الكلام ده من امتى؟ حوالي أسبوعين تقريبا. كم واحد تقريبا اللي كانوا قاعدين معاك؟ حوالي 12. لما رجعت اسكندرية علمت انت حد؟ لا، أنا رحت عشان أشوف حاجات تتنفذ ازاي بالظبط، واحنا كنا جالنا حد قبل كده منهم أحمد سطوحي وبدر عشان يعلمونا في اسكندرية. يعني خدت دورة في المنوفية ودورة في اسكندرية. أنا أحمد محمد السيد من كفر صقر الشرقية. أنا طالب. كنت بنزل مع الإخوان مظاهرات وسلاسل بشرية. من حوالي شهرين بعتني واحد اسمه أسامة حسنين من كفر صقر اللقاءين في الحسنية وأبو حماد عشان أتعلم عمل المحدثات صوت ومولوتوف، عشان يديهم المجموعة اللجان النوعية، مجموعة اللجان النوعية اللي هو عاملها، اللي هي مكونة من محمد ربيع وعبد الله والسيد حسين، عشان ينزلوا بها المظاهرات يوم 14/8 وعشان يحرقوا بها أماكن. وعرفت منهم إن هم حرقوا بيها قدام استراحة الضباط في كفر صقر وشبكة محمول في الشرجاية. أنا اسمي عبد الله إسماعيل من محمد شرقية، سنة 27 سنة، متجوز. شاركت، متربي في أسرة إخوان، والدي من الإخوان ومتربي في أسرة إخوانية. شاركت في مظاهرات وسلاسل البشرية مع الإخوان بعد أحداث 3/7. سافرت في شهر 3 اللي فات ورجعت في شهر 6. وبعد ما رجعت كلمني أشرف عبد المقصود من حلمية ومحمد حسني من محمد عشان نعمل أعمال نوعية زي قطع الطرق واستهداف منشآت وتعجيز أشخاص. وكانت المجموعة مكونة من محمد حسني وتامر القماش وأحمد رفعت وأحمد جمال وعبد الله جلال. كان تامر القماش مهمته إن هو بيرصد الأشخاص ويتعامل معاها، وكان أحمد رفعت وأحمد جمال كان بيرصدوا الإدارة التعليمية عشان نحرق مخزن الأرشيف بتاع الإدارة التعليمية يوم 13/8. وكنت أنا ومحمد حسني وعبد الله جلال وتامر القماش هننفذ الحرق يوم 13/8. أنا اسمي محمد حسني من أبو حماد شرقية. في أول شهر 8 اتصل عليا واحد اسمه تامر القماش من الإزدية وقال لي إحنا عايزين نقعد عشان يوم 14/8 اللي هو ذكرى الفض. فأخدنا ميعاد مع بعض ورحنا قعدنا. كان معانا واحد اسمه عبد الله جلال وأحمد رفعت وعبد الله إسماعيل، وقعدنا واتفقنا على إننا يوم 14/8 يعني نحرق مجلس المدينة وإدارة التعليمية في أبو حماد. وبعدين تامر طلب مني إني أجهز لهم المولوتوف. هو كان قبل كده اتصل عليا وقال لي إني أروح الإنسانية، كان في هناك حاجة علشان حد يعلمني المولوتوف ده ازاي يعني. رحت هناك، واحد قابلني، خدنا بعربية رحنا في جناين كده هناك وعلمنا ازاي المولوتوف ازاي يتعمل، اللي هو بنحط البرمنجانات على ظهر الإزازة من بره بحيث إن هي تترمي وتولع على طول.